نبدأ مع حضراتكم أخبارنا بأخبار النادي الأهلي. النهاردة اختتم كان يوم الأخير طبعا للتدريبات في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة القطن بإذن الله كمان 48 ساعة في الكاميرون وتحديدا في جروة. وبعد التمرين الصباحية كانت محاضرة طبعا بداية من مستر كولر، ثم تمرين في جزء بدني وجزء تكتيكي. والحمد لله يعني في تمرينة النهارده تقدر تقول ان احنا اطمنا على معظم اللاعبين بما فيهم اللي غابوا يعني عن المشاركه في الفتره الاخيره زي حسين الشحات. عبد المنعم كمان كان يمكن اشتكى من بعض الالام في العضله الضامه، النهارده شارك في التدريبات بشكل كامل، فيعني تقدر تطمن على معظم عناصر الفريق، وان شاء الله الكل يكون جاهز لمباراه القطن المهمه والمصيريه والحاسمه. ما كناش نتوقع ده الحقيقه، لكن يعني في النهايه قدامنا امل كبير جدا بالفوز في المباراتين المتبقيتين، وننتظر نتيجه مباراه السبت اللي هتجمع بين سان داونز والهلال السوداني. خليني اقول لحضراتكم انه يمكن الحقيقه الكاميرون فيها نفس القصه اللي كانت او اللي كان بيواجهها فريقنا في جنوب افريقيا، فكره نقص الاكسجين، ودي يمكن موجوده في كتير من دول القاره. واعتقد انه لعيبه الاهلي الحقيقه اللي بيجوبوا القاره من يعني شمالا وجنوبا شرقا وغربا بقى عندهم فكره عن طبيعه الجو وطبيعه الملاعب، والجهاز الطبي كمان يمكن حريص على التعامل مع المشكله دي ببرنامج معين. يعني هم بيشتغلوا على بعض انواع الاغذيه والمحاليل الملحيه اللي هدفها في النهايه انها تساعد الجسم على انه يعني يمتص الاكسجين بسرعه، وبالتالي ان شاء الله ما تكونش عقبه قدام الفريق، وخصوصا ان المباراه الى حد كبير هتتلعب في توقيت مناسب. يعني مش هنلعب زي ما لعبنا قدام الهلال ولا قدام سان داونز الساعه 3، تبقى الحراره شديده جدا وده بيصعب شويه من احتفاظ الجسم بالسوائل. هنلعب المره دي الساعه 6، وده اعتقد هيبقى توقيت افضل بكتير جدا من الساعه 3 ظهرا. لو كنت سافرت افريقيا قبل كده تعرف انه يعني حاجه كده حاجه صعبه جدا انك انت تمشي في الشارع، مش تلعب ماتش كوره على مستوى دوري الابطال لمده 90 دقيقه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله نكون في الميعاد جاهزين، وباذن الله ان شاء الله نطمن على فرقتنا على مدار الساعات اللي جايه قبل المواجهه ان شاء الله المحدد ليها يوم الجمعه القادم.